اخطر اكله تاكلها وانت صايم، لان الامتصاص هيبقى عالي جدا. كلت دهون هتمتص كلها على الدم، كلت بروتين على الدم، كلت جلوكوز على الدم. رمضان فطار غدا عشاء. المغرب ابدا ربع رغيف جبنه، حط عليه طماطم عشان تبقى حلوه، وكوبايه شاي بلبن، كانك بتفطر في يوم عادي. يقوم الامتصاص بتاع الحاجات دي ما يهمش، ده حاجات بسيطه جدا جدا جدا. وانزل سيب البيت، سيب البيت، لانك طول ما انت قاعد مخك والاكل وكده هتبقى مشكله كبيره. روح المسجد، اقعد اقرا قران قبل العشاء، وصلي العشاء، وصلي التراويح، هيبقى فات 3 ساعات او اكتر. ارجع اتغدى شويه خضار، مش هيبقى لك نفس قوي، واذا كان في بروتين حيواني او ما فيش، وشويه سلطه، وخلاص انتهت المشكله. والعشاء قبل الفجر نص ساعه زبادي. اقسم لك بالله اعمل كده وشوف صحتك هتبقى قد ايه بعد 30 يوم. شوف صحتك هتبقى شكلها ايه. رمضان فطار غدا عشاء. الفطار ساعة المغرب، المغرب قال الله اكبر افطر. الغدا بعد التراويح، العشاء قبل الفجر. اذا مشينا كده هنبقى بصحة جيدة. خلي رمضان ده كتر من الفواكه، كتر من الفواكه قبل الاكل. طبعا ممكن واحد يقول لي انا مش عايز افطر ربع رغيف جبنه بيضه وكده، انا عايز اخد تمر، ماشي مفيش مشكله، لكن اياك تاكل. ومن هنا تنبيه لكل احبابنا، بلاش عزايم، بلاش رمضان شهر عباده مش شهر عزايم خالص. رمضان مش شهر عزايم. احنا بنعمل 30 يوم ب 30 عزوم، لا 60 عزوم. فطار سحور فطار سحور، ده هلاك. ونبعد عن العباده. فين الهدوء؟ ارجوكم يعني، عايز ولادك يجوا عندك يوم ماشي، انما العزايم اليوميه والمجاملات نخليها بعد رمضان. يا سلام، اعزمني في العيد يا اخي، اعزمني في العيد، ده انا ابقى سعيد جدا. انما في رمضان، رمضان شهر عباده. احنا المصريين قلبوه الى شهر اجتماعيات ومجاملات والفطار. ايه ده؟ ايه ده؟ زي اللي بينزلوا يشتروا. طب ده احنا في اكلنا في رمضان بيقل، بيشتري الحاجات دي كلها ليه؟ ليه؟ وتشتكي مش لاقيين كذا ومش لاقيين كذا، حاجه ملهاش اي داعي. فرجاء خالص لوجه الله الغوا العزايم.